كده كله تمام وجاهزة لأول يوم مدرسة. ناقص بس أحط الكشكولين دول في الشنطة. بس بقول لكم إيه، أنا بدأت أجوع. أنا هطير أضرب لي رغيفين حواوشي أو كريب من عند المحل اللي على الناصية بعد ما أخلص. يا ربي الأكل كان جامد جدا ويعدل المزاج فعلا. يا بنتي يا طفسة، ما قلتيش لي إن أنتي رايحة تاكلي علشان أجي معاكي؟ سامحيني يا أختي يا حبيبتي، والله ما كنت أعرف إن أنتي في البيت أصلا. خلاص حصل خير، فكك يلا غوري بقى نامي علشان ورانا مدرسة الصبح. ماشي يا بيبي أنا رايحة أهو. يا لهوي على كبسة النوم، مش قادرة أفتح عيني، أنا هروح أنام فورا. مش ممكن، الساعة بقت 7 وأنا لسه غرقانة في النوم. خليني أقوم بسرعة بدل ما اليوم كله يضيع عليا في السرير. يلا ريسيا، خلصتي ولا لسه علشان نمشي؟ خلاص يا أختي هانت سيكا، بس 5 دقايق بالظبط. قشطة تمام، هستناكي في العربية. المدرسة دي واصلة جدا، شكلها جامد قوي. المدرسة اللي أنا كنت فيها زمان ما كانش فيها حتى حنفية بتنزل مية عدلة. ده هنا كمان في لوكرز ودواليب وحركات زي الأفلام الأجنبي بالظبط. بصي بصي يا بنتي، كلب البحر اللي داخل علينا ده، مش عارفة شكلها جديدة هنا. ايه رأيك نعمل مع المقلبزة دي واجب ونظبط لها دخلة محترمة؟ عليكي نور، لازم نعرفها مين ملوك المدرسة هنا ومين اللي بيمشي كلامه. بنت انتي تعالي هنا. نعم انتي بتكلميني أنا؟ هو انتي شايفة حد تاني واقف في الممر غيرك انتي وصاحبتك مثلا؟ فهمت. طيب أنا جاية. ايه ده، هو في زلزال في المدرسة ولا ايه؟ لا صحيح، انا اتلخبطت، دي البنت المقلبزة جاية علينا. انتي ازاي جالك عين تتجرأي وتتكلمي اصلا يا بنت انتي يا بيئة؟ ده انا جسم ووش وحضور وكاريزما، جاية تزيدي علينا وانتي جاية من اخر الدنيا. يا جربوعة يا بيئة، اسمعوا بقى يا حالتها انتي وهي. انا ممكن اكون مقلبزة وشايلة، بس على الاقل احسن من شكلكم اللي شبه زعافة الغيط ده. اوعي تفتكروا في يوم من الايام ان انا هسكت لكم او اعديها. مش معنى ان انا تخينة ابقى هبلة وما بفهمش. فليبدأ الحوار يا حبيبتي انت وهي، يستحمل اللي هيجراله. قشطة. وعلى العموم انا ماشية مش فاضية اضيع وقتي مع اشكالكم. يا خبر، دي البت قفلتنا وقطعت علينا مية ونور. ايوه حصل فعلا يا صاحبتي. بس وحياة امي ما هسيبها، واوعى كلبة البحر دي تفتكر ان الحوار كده خلص ووقع. مش قادر بموت، البت المقلبزة دي حطت عليهم وظبطتهم على الاخر. والله عندك حق يا كريم، ما تخليها صاحبتك يا صاحبي، باين عليها هتحميك وتجيب لك حقك. بس يا خفيف فكك، هو انا كنت لا اكل ولا واقع علشان اروح اصاحب المقلبزه دي؟ يا عم خلاص ما تقفش، انا كنت بهزر بس معاك. طب ما تهزرش بقى ويلا بينا نروح نطفح اي حاجه. روق يا صاحبي وفكك كده، تعالى نضرب لنا رغيفين حواوشي سخنين يظبطوا الكلام. لا ده انا لازم ابدا دايت واخس فعلا، انا بدات املى قوي والوزن ضرب معايا. اهلا، انتي لاريسيا صح؟ ايوه انا بشحمي ولحمي، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا سمعتك وانتي بتهزقي البنات اللي في الممر وكنت خايفه يكونوا ضايقوكي علشان دول مش بيسيبوا اي حد في حاله ونازلين تريقه على خلق الله. شكرا على ذوقك وسؤالك، بس ما تقلقيش محدش يقدر يعمل لي حاجه. الجوز دول انا عرفتهم مقامهم خلاص ووديتهم ورا الشمس علشان يعرفوا ان انا مش سهله. طيب تمام عايش، بس برضه خدي بالك من نفسك. صحيح انتي لسه جديده في المدرسه هنا صح؟ ايوه انا لسه واصله من المدينه وده اول يوم ليا هنا في الحوار ده كله. طب قشطه، لو حابه ممكن الفلفك شويه في المدرسه واعرفك عليها، وكمان اعرفك على شويه اصحاب كده ترمومترهم مظبوط. يا ريت، فكره جامده جدا. طيب تحبي نبقى اصحاب؟ اكيد طبعا، قشطه جدا يا بنتي. يا شباب سمعتوا ان في بنت جديده لسه منقوله هنا في المدرسه؟ لو البت دي صاروخ وموز ده يبقى احجزوها لي، مفيش كلام. بتضحكوا على ايه يا غبيه انت وهو؟ لا ولا حاجة يا صاحبي، خلاص محجوزة لك ومتأمن عليها كمان. عليك نور يا زميلي، ما تقلقش، البت الجديدة دي بتاعتك ومحدش هيقرب لها. تمام كده اتفقنا. صحيح أمال فين ماركوس؟ مش عارف، ما شفتهوش من امبارح. ولا أنا عندي فكرة خالص يا رجالة، ما ظهرش خالص. أهلا يا ماركوس، صباح الخير. أهلا يا نينا، عاملة إيه؟
تمام، اخبارك ايه؟ مش واقف مع جلتك النهارده ليه؟ اصل الوقت سرقني واتاخرت ولسه واصل المدرسه حالا اهو. طيب تمام. بصي كده، عايزه اعرفك على صاحبتي لاريسيا، هي لسه جديده هنا في المدرسه. اهلا لاريسيا، انا ماركوس. اهلا يا ماركوس، وزي ما نينا قالت لك انا لاريسيا. فرصه سعيده جدا يا لاريسيا، بس انا لازم اطير بقى يا بنات، اشوفكم بعدين. ماشي يا ماركوس، نتقابل بعدين. باي يا ماركوس. ايه رايك بقى فيه يا لاريسيا؟ عادي، شكله ابن ناس وشخصيه لطيفه. انتي ما فهمتيش يا لاريسيا، انا قصدي يعني دخل دماغك عجبك كده. لا يا نينا، انا لسه واصله المدرسه وبقول يا هادي، وانتي عايزه تدبسيني في قصه حب وارتباط من اول دقيقه. يا ستي انا كنت بقول رايي بس، وبعدين ماركوس ده من اشهر الشباب واكترهم كاريزما هنا في المدرسه كلها. مش فارق معايا ان كان اشهر واحد ولا لا، ماركوس مش ذوقي وما يخصنيش في حاجه. خلاص خلاص فكك، حصل خير يا لاريسيا. ايه رايك نروح الكافيتريا نضرب لنا اي حاجه؟ قشطه جدا، يلا بينا علشان انا قطعه شحن وجعانه جدا. اهو ماركوس جه هناك اهو، لمحته يا زميلي. ايه يا شباب عاملين ايه؟ انا جيت يا رجاله. ايه يا عم كل التاخير ده ليه؟ اصل الوقت سرقني وانا داخل عند البوابه قابلت نينا وكان معاها بنت صاحبتها، بس نينا طول عمرها ملهاش اصحاب وعايشه في ميه مخلل لوحدها. باين عليها بنت جديده لسه منقوله. يعني انت كمان شفت البنت الجديده وانا لسه ما شفتهاش؟ ها رامي بيقول لك البنت الجديده دي بتاعتي ومحجوزالي. ما تقلقش يا صاحبي، مش في دماغي ومش هخطفها منك. ايوه كده اظبطوا الكلام. بقول لكم ايه، انا هطير على الحمام سريعا 5 دقايق بالظبط. ماشي يا زميلي. دمكم خفيف قوي يا خف انت وهو. يا رجاله انا نفسي بجد اشوف شكل رامي اول ما يشوف البت الجديده دي، اكيد هنموت من الضحك. ايوه فعلا يا كريم، وانا كمان مستني اللقطه دي قوي. يستاهل علشان يبطل تفاصيل ويقعد يحجز في بنات قبل ما يشوفهم. يا شباب جت في دماغي فكره تحدي جامده قوي هنعملها في رامي. قول يا زميلي الحوار ايه؟ ايه رايكم لو نتحدى رامي انه اول ما يقابل البت الجديده دي ويبص في وشها هيقوم يبوسها على طول؟ يا نهارك ابيض يا وليد. لا يا عم فكك، تفتكر البت المقلبظه دي هترضى اصلا؟ جايز، وممكن تقفش في الخناق، مين عارف. يا عم سيبك من الهبل والكلام الفاضي ده ويلا بينا علشان نروح نطفح. يلا بينا. بقولك يا نينا، انا هروح الحمام بسرعه. اسبقيني انتي على الكافيتريا وهحصلك فورا. ماشي يا لاريسيا، بس ما تتاخرش عشان لسه ورانا حصه. قشطه، مش هغيب عليكي. يا لهوي، اهو جه رامي الواد الحلو الموز. يا نينا ازيك عامله ايه؟ يا خراشي، هو ده الحب المنتظر ولا ايه؟ نينا يا بنتي، يا نينا انت معايا؟ ها؟ سوري، كنت بتقول ايه؟ كنت بقولك ازيك عامله ايه. انا تمام قوي، كله قشطه. طيب الحمد لله. صحيح انا سمعت ان ليكي صاحبه جديده لسه منقوله هنا في المدرسه. ايوه، اسمها لاريسيا ولسه جايه من المدينه اللي جنبنا، والنهارده اول يوم ليها في المدرسه. طيب امال هي فين لاريسيا دي؟ مش باينه يعني. راحت تعمل مشوار سريع كده، مش هتغيب. هو انت كنت عايزها في حاجه ولا ايه؟ لا مش عايز حاجه، انا بس كنت بسال يعني فضول. طيب تمام. انا هطير انا بقى يا نينا علشان ورايا كام حوار كده لازم اخلصهم. يلا سلام. مع السلامه يا رامي. الحوار ده في ان اهتمام رامي بلاريسيا مش مريحني، بس فكك، انا عارفه ان لاريسيا دي مش ذوق رامي اصلا خالص ولا ستايله، فما فيش لزوم يعني اغير ولا احرق دم. وبعدين يعني اصلا رامي مستحيل يبص لواحده شبه كلبة البحر كده زي لاريسيا. ايه ده؟ انتي سمعتي الكلمتين اللي انا سمعتهم صح؟ ايوه، دي نينا واقعه وبتموت في دباديب رامي. سيبك من قصة الحب دي دلوقتي، أنا أقصد الحتة التانية. سمعتيها وهي بتقول على صاحبتها كلبة البحر؟ أيوة سمعت، بس ما احنا كمان اتريقنا عليها وقلنا عليها تخينة ومقلبظة. يا بنتي ماشي، احنا ما يعبناش حاجة علشان احنا أصلا مش أصحابها، لكن دي المفروض صاحبتها الأنتيم وكمان غيرنا ومتغاظة منها. أيوة يا نهار أبيض، معاكي حق، يا نهار أبيض على الصفار. طيب بس اقفلي السيرة دي بقى، في حد جاي علينا. انتوا عمالين تتوشوشوا وتقولوا ايه في سركم كده؟ يجوز الفزاعة الغيط انتوا. لا مفيش، عادي يعني بندردش، هي الدردشة بقت ممنوعة دلوقتي. طيب ماشي. البنت المقلبظة دي شكلها هتتغفل وتتخزوق في الآخر، بس يلا هي حرة بقى، ذنبها في رقبتها. عندك حق يا صاحبتي، احنا مالنا، خلينا في حالنا، ما ندخلش نفسنا في حوارات. بقول لكم ايه يا شباب، لقطوا مين اللي واقفين هناك دول؟ ايوه دول صفيه وساره.
يا رجالة كان يفوتكم شكلهم الصبح والبت الجديدة بتديهم في جبهتهم وبتعرفهم مقامهم، صح يا جو؟ أيوة يا شباب فعلا حصل. اللي يعني هو إيه اللي حصل؟ أصل هم حاولوا يتنمروا عليهم ويعملوا عليهم لقطة وبتاع، بس هي إيه طلعت جامدة وما سكتتش وقصفت جبهتهم وخرستهم خالص. ربنا يستر بس وما يقعدوش يخططوا علشان ينتقموا منها بعدين. ما تقلقوش يا رجالة، أنا موجود وهحمي البت بتاعتي. صحيح يا رامي، عرفت إن البنت الجديدة اسمها لاريسيا؟ أيوة نينا قالت لي الصبح على اسمها، وقالت لي كمان إن هي لسه منقولة جديدة من المدينة اللي جنبنا. صحيح يا كريم، هو أنت مش كنت بتحور على صوفيا وعايز تظبط معاها؟ لا يا ماركوس، دي صوفيا دي تتمنى وتتمسح في التراب بس علشان أبص لها أو أعبرها. إيه يا عم الثقة دي كلها ومن سمعك على أساس يعني إن أنت توم كروز مثلا؟ أنت مالك يا عم؟ أنت بتقول كده علشان أنت طول عمرك عينك منها وبتموت فيها. خلاص يا شباب فككم، مش هنتخانق علشان حوار أهبل كده، إحنا بس بنهزر. وبعدين يعني هم شكلهم جايين علينا. أهلا يا شباب، بتعملوا إيه؟ مفيش يا صوفيا، قاعدين بنتكلم ونخمن مين فينا اللي عاجبك، وبما إنك جيتي في وقتك بقى يا ريت تريحينا وتشيلي الشك من جوانا. هتختاري مين يا صوفيا؟ وبتفضلي مين أكتر، كريم ولا جو؟ أيوة يلا يا صوفيا قولي لنا، ما تسيبناش هنموت من الحيرة كده. في إيه كل ده تفكير؟ يا بنتي أنا مش عارفة أقول إيه أصلا. اختاري على طول اللي قالب كيانك وعجبك أكتر وخلاص. طيب خلاص أنا هختار ماركوس. لا يا صوفيا، الاختيار كان بين كريم وجو بس. يوه، ما هو ماركوس اللي داخل دماغي وعجبني مش كريم ولا جو. بقول لكم ايه يا شباب، يلا نشوفكم بعدين، يلا بينا نمشي من هنا يا صوفيا. يا رجالة قبل ما أي حد فيكم يفتح بقه ويتكلم، أنا صوفيا مش في دماغه أصلا وما بتعجبنيش. لا يا صاحبي ما تقلقش، أنا عادي وكله تمام معايا. أيوة يا زميلي، وأنا كمان عادي جدا، مفيش أي حوار. مش قادر بموت، البنت صوفيا دي قفلتكم وقطعت عليكم المية والنور واديتكم في جبهتكم جامد قوي. خلاص بقى يا عم فكك، على الأقل احنا مش قاعدين نحجز في بنات لسه ما شفناهمش ولا نعرف شكلهم ايه. ايوه صحيح، امال البت الجديده دي غطسانه فين؟ مش عارف، انا لسه شايفينها في الممر من شويه لوحدها. احنا ممكن نلاقيها معنينا في اي حصه جوه. يا شباب تيجوا نروح ناحيه الدواليب واللوكرز علشان ورايا حاجات عايزه اشيلها هناك. قشطه، اسبقوني انتوا هناك وانا هحصلكم على طول علشان ورايا حوار كده هخلصه الاول. طيب ماشي يا صاحبي، اخلع. بصي يا مينا، الاكل في المدرسه فعلا طعمه حلو قوي ويعدل المزاج. شفتي بقى، مش انا قلت لك هيعجبك يا لاريسيا؟ وصحيح افتكرتي ما شفتيش الشنطه بتاعتي سبتها فين؟ مش عارفه يا نينا، تقريبا كده اخر مره شفتها هناك كانت في الكافيتيريا. طيب خلاص هروح اشوفها، ابص عليها هناك، استنيني هنا وما تتحركيش من مكانك لحد ما ارجع. قشطه يا نينا، هستناكي هنا مش هتحرك لحد ما تلاقي الشنطه. اوكي يا صاحبتي، مش هغيب عليكي. يا سلام، دي أول مرة في حياتي أحس إن أنا عندي صاحبة بجد وأنتيمة. في مدرستي القديمة ما كانش حد بيرضى يكلمني خالص، وكانوا بيقولوا عليا إن أنا هعديهم بالتخن والتفاصة. بس يلا فكك، كل ده خلاص ورا ظهرك ومات. خليني أمسح دموعي دي بسرعة قبل ما حد يجي ويشوفني كده. كويس أوي إن أنا لقيت شنطتي هنا. كلبة البحر دي لاريسيا أهي طلعت بفايدة أخيرا ونفعتني في حاجة. بصراحة بقى أنا مش عارفة هفضل صاحبتها كده ازاي، هي البنت مش شريرة وطيبة بس تخينة ومقلبزة قوي. يعني من الآخر مش عايزة أمشي معاها، فالناس تقعد تقولي يا كلبة البحر. أنا كمان أنا هشوف لي أي حوار كده عشان أخلع منها وأتزحلق. يلا بقى أمشي علشان زمان الجاموسة دي مستنياني. ايه ده، هو مين الموز الحلو اللي جاي مع ماركوس ده؟ بالذات الولد اللي لابس أبيض ده شكله حلو قوي، ده أكنه متفصل علشاني ومكتوب باسمي. رامي، شايف البنت اللي واقفة هناك دي؟ أيوة لمحتها، ليه في إيه؟ أبدا مفيش، بس أنا بتحداك تروح تديها بوسة حالا. أنت اتهبلت في مخك ولا إيه؟ إزاي يعني عايزني أروح أبوس البلدوزر دي؟ جرى إيه يا عم الحلوة؟ مش أنت عامل لي الواد الكاريزما اللي مقطع السمكة وديلها وكل البنات بتموت فيك؟ خلاص قشطة ماشي، بس لما يجي دوري واتحداك في حوار استحمل بقى وما تكشش. ماشي يا صاحبي، أنا راجل وقد كلمتي. طيب يلا يا رجالة سيبوني أروح أخلص التحدي بتاعي. إيه ده بجد؟ هو أنت هتعمل كده فعلا؟ أنا مش مستريح للحوار ده، حرام تعلق راليسيا وتعيشها في الوهم كده. فكك يا عم وروق، ده مجرد تحدي وهزار. بقولك إيه، باين عليا كده معجب بيكي وشكلي هحبك.
يلا أنا لازم أطير بقى. يلا بينا يا رجالة اخلعوا. يا لهوي، هو ايه اللي حصل ده؟ هو ازاي يقول لي ان هو معجب بيا وهو اصلا ما يعرفنيش ولا عمره شافني؟ بس يلا فكك، المهم ان هو ولد حلوة ومز قوي وجامد. ايه يا بنتي، مين المز الحلوة اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ ده كان ولد واقف هنا مع ماركوس صاحبك. ايوه يعني وعجبك الصراحة، بس الحوار ان هو فجأة جه واداني بوسة كده. نعم، بوسة ازاي يعني؟ وحياة أمي البت المقلبظة دي قاعدة بتشتغلني وبتشتغل نفسها وبتخترع حوارات من عندها. مش بس كده، ده قال لي كمان إن هو معجب بيا. يا سيدي يا سيدي، مبروك يا صاحبتي، حاجة جامدة إن في حد عجبك. طب بقولك إيه، ما تروحي تكلمي وتخرجوا سوا. لا لا يا بنتي، أتكسف أوي، ما أقدرش. تتكسفي من إيه يا خايبة؟ يلا بينا، أنا هاجي معاكي وأسندك لحد ما تقولي له. خلاص ماشي يا نينا، يلا بينا وأمرنا لله. والله ما كنت فاكر إن أنت هتتجرأ وتاخد اللقطة وتروح تبوسها فعلا. ما أنا ما كانش ليا نفس أصلا، بس أنا عملت كده علشان التحدي اللي أنا هحطه لكريم هيكون أسود وهطلعه على عينه. إيه يا عم بالراحة علينا، ما تسوقش فيها قوي كده، الحوار كله كان بوسة سريعة للبت. ومن اللي شفناه كده باين يعني ان الحوار عجبك والوضع عجبك. الصراحة يعني البت المقلبظة يعني مش وحشة، بس برضه مستحيل اصاحب واحدة بوزنها ده وامشي معاها. وليه لا يعني يا عم؟ يا عم انت مش شايف حجمها كبير قوي وضخمة عليا؟ يا راجل فكك وبطل حوارات، ده انا فاكر كويس ان كان عندك صاحبة قديمة وتخينة ومقلبظة برضه. يا عم ده كان زمان فترة وعدت، دلوقتي انا عليت بطموحي. طموح ايه يا معفن؟ ده انت شكلك يسد النفس اصلا. خلص بقى فككم، على اساس يعني انتوا اللي توم كروز يعني. ريلاكس يا زميلي وفكك كده، الواد بيهزر معاك، ما تبقاش قفوش. طيب خلاص فككم بقى من الهبل والكلام الفاضي ده، انا احلى واحد فيكم من الاخر ونقطة ومن اول السطر. ماشي يا عم الحلوة اللي تشوفه. بقول لكم ايه، انا لحد دلوقتي لسه ما شفتش ولا عرفت مين البنت الجديدة. يا عم ما انت قابلتها وعرفتها خلاص، بس من غبائك ما اخدتش بالك. قابلتها فين؟ انا لازق فيكم طول اليوم وما رحتش في اي حتة. طيب بص كده، اهنينا والمقلبظة جايين علينا هناك هم. ما تروح تسألها فين صاحبتها الجديدة. عندك حق، أول ما تقرب هسألها على طول. أهلا يا شباب، عاملين إيه؟ أهلا يا نينا، كله تمام. بقولك إيه، كنت عايزة أسألك كده على حوار. في إيه يا رامي؟ طيب قول. هي فين صاحبتك الجديدة اللي لسه منقولة المدرسة؟ أهي هي دي اللي واقفة قدامك بشحمها ولحمها أهو، اسمها لاريسيا. إيه؟ الولد اتثبت في مكانه وركبته ثابت وما بقتش عارف ينطق ولا يتحرك من الصدمة. أهو هو ده الولد اللي جه وبسني بوسة من شوية. نعم يا أختي، رودي دبك بوسة، انت اتجننتي في مخك ولا إيه؟ والله العظيم ما بكدب، هو اللي بسني وحياة ربنا. أيوة يا نينا، رامي بس لاريسيا فعلا من شوية ومش بتتبلى عليه. ازاي جالك عين تعملي فيا كده يا تخينة يا مقلبظة انتي؟ ايه ده، انتي بتكلميني بالطريقة دي ليه؟ هو مش المفروض ان انتي صاحبتي الانتيم ولا ايه الحوار؟ صاحبتك مين يا صاحبتك؟ انا عمري ما اعتبرتك صاحبتي اصلا. انا كنت مشغلاكي عندي للمشاوير والطلبات يا كلبة البحر. بجد يا نينا بتباهي صاحبتك علشان حوار اهبل كده؟ ايوه علشان رحتي بصي الولد اللي عيني منه وقع في دباديبه. ايوه بس ده ما يديكيش الحق تقعدي تقولي لي يا كلبة البحر وتحرجي فيا كده. ومين قالك ان انا بتجنى عليكي؟ ما دي الحقيقة والواقع يا كلبة البحر. جرأي يا نينا، اهدي كده ولمي الليلة، الحوار كله كان بوسة في تحدي وهزار، مش مستاهلة تقعدي تشتميها وتهزقيها بالطريقة دي. شفتي بقى يا تخينة، الكل كان بيشغلك وبيلعب بيكي الكورة. انا مش فارق معايا ان كان استغلني في تحدي ولا لا، اللي وجعني بجد وقلبي مكسور بسببه اني لاول مرة في حياتي افتكرت ان انا عندي صاحبة بجد وبتخاف عليا. بس ولا يشغلك يا نينا، ما تقلقيش مش هخطفه منك. الدكر بتاعك اللي هو اصلا مش معبرك ولا شايفك ب3 مليم. بس الكلمتين اللي انا هقولهم لكم كلكم يا شوية جرابيع، وحياة امي لوريكم الوش التاني وهنتقم منكم واحد واحد، وبالذات انت يا نينا. هخلي الكلمة اللي طلعت من بقك تترد لك اضعاف مضاعفة وتندمي عليها. خدي بالك بقى يا نينا، عشان انا مش بهدد، انا بحذر، واللي اوله شرط اخره نور وندم. بقولك يا نينا، بما ان انا عرفت دلوقتي ان انت واقعه في دباديبي وعينك عليا، فاحب اقولك ان مستحيل ابصلك، مستحيل ابص لواحده غيوره وصفرا ومنافقه زيك. بس بقى يا رامي اقفل السكة دي، على اساس يعني ان انت توم كروز ومقطع السمكة وديلها. ده انت واد تسد النفس ومعفن اصلا.
يا نهار ابيض يا رجاله، الحوار مع لاريسيا قلب خناقه شوارع وقلب دراما جامده قوي. انا بجد مش قادره اصدق ان نينا تعمل فيا كده بعد ما فتحت لها قلبي واعتبرتها اختي. خلاص انا شبعت عياط وحرق الدم لحد كده ومات الكلام. من النهارده مفيش حزن، هبدا دايت قاسي وتمارين طحنه علشان اتغير وابقى مزه، واوريك كل ان البت التخينه الغلبانه دي خلاص ماتت ودفنتها. انا هاخد الحصص بتاعتي اونلاين الاسابيع دي كلها عشان اركز في فورمتي وجسمي الجديد واختفي عن عيون الشله المعفنه دي خالص كام اسبوع. دي لاريسيا، ورغم انها كانت بتبان للكل ان تريقتهم وكلامهم السام ده مش بيأثر فيها، بس الحقيقه كل كلمه كانت بتقطع في قلبها من جوه، عملت لها عقد ونقص في حياتها وخلتها طول الوقت خايفه من شكلها ووزنها. ورغم انها بتكتم في نفسها ومش بتشتكي، بس الوجع كان كبير قوي. انا واقفه قدام المرايه مش مصدقه نفسي، الحجم والشكل اتغيروا بسرعه البرق. دلوقتي بقى انا جاهزه ارجع المدرسه واقوى من الاول، وعليا وعلى اعدائي. انا هطلع القديم والجديد على كل اللي اتريق عليا وهزقني في يوم من الايام.